إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 من فبراير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون موضوعا بعنوان أبعاد التوجه الفرنسي نحو شرق إفريقيا بعد تقلص نفوذها في غرب القارة الإفريقية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. السلطات الليبية تعثر على جثث 28 مهاجرا في مقبرة جماعية، ومنظمة الهجرة الدولية تقول إن بعض الجثث عليها آثار إصابات بالرصاص. واحتدام الخلاف بين تحالف تنسيقية القوى المدنية تقدم بعد إعلان الحكومة السودانية خارطة طريق سياسية للمرحلة الانتقالية. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت السلطات الليبية الاثنين إنها عثرت على جثث 28 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية قرب مركز احتجاز غير قانوني في منطقة الكفرة بأقصى جنوب شرق ليبيا. واكتشفت هذه المقبرة خلال عملية مداهمة لقوات الأمن استهدفت مركز احتجاز تستخدمه شبكة الاتجار بالبشر كان يضم 76 مهاجرا آخرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وبحسب شهادات بعض المعتقلين فإن أكثر من 70 شخصا دفنوا في محيط مكان الاحتجاز تمت تصفيتهم على ما يبدو بدماء باردة، وذلك بعد فشل تشكيلات عصابية في الحصول على أموال من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم أو تعرضهم للتعذيب القاسي. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، قال مكتب النائب العام الليبي إن أفراد التشكيل الإجرامي تعمدوا حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة والإنسانية، موضحا أنه تم القبض على 3 من أفراد التشكيل الإجرامي وهما ليبي وأجنبيان، ووجهت النيابة بعرضهم على سلطات التحقيق. من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة يوم الاثنين إن بعض جثث المهاجرين التي عثر عليها في مقبرتين جماعيتين في ليبيا تحمل آثار إصابات بالرصاص، مضيفة أن أحد الموقعين يعتقد أن يحتوي على ما يصل إلى 70 جثة. هذا وكانت السلطات الليبية أعلنت في نهاية يناير الماضي تحرير 263 مهاجرا من قبضة عصابات التهريب في بلدة أدخر بمنطقة الواحات، من بينهم إريتريين نقل 25 منهم إلى المستشفى، وذلك بسبب تدهور حالتهم الصحية. في تطور الوضع السوداني، أعلنت الهيئة التنسيقية لتحالف القوى المدنية تقدم حل نفسها رسميا الاثنين، وذلك على إثر احتدام الخلاف بين مكوناتها بخصوص إقامة حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. جاء ذلك في بيان أصدرته تقدم بعد عقد اجتماعها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، قالت فيه إن كل طرف سيعمل بما يراه مناسبا ومتوافقا مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها، وسوف تعلن كل مجموعة ترتيباتها السياسية والتنظيمية والاسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة. وتنسيقية التقدم هو تحالف مدني كبير أنشئ في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أكتوبر عام 2023 بغرض مناهدة الحرب في السودان، وتتهم من قبل الحكومة السودانية بوقفها مع الدعم السريع. وجاء انقسام تنسيقية التقدم بعد يوم من إعلان الحكومة السودانية خارطة طريق لإعداد لمرحلة ما بعد الحرب،
واستئناف عملية سياسية شاملة في السودان، والذي تضمن وفقا لبيان الخارجية السودانية إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب. وتنص الخارطة طبقا لبيان الخارجية أيضا على إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية وإجازتها من قبل القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل، بالإضافة إلى تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية. يأتي ذلك كله مع تقدم الجيش السوداني على قوات الدعم السريع في مختلف المحاور، لا سيما محوري الجزيرة والخرطوم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي موضوعا للمحلل السياسي الإريتري عبد القادر محمد علي بعنوان أبعاد التوجه الفرنسي نحو شرق إفريقيا بعد تقلص نفوذها في غرب القارة الإفريقية، والذي نشره موقع الجزيرة نت في 6 من فبراير الجاري. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها كما قلنا سلفا للتوجهات الفرنسية نحو شرق إفريقيا بعد تقلص نفوذها في غرب القارة الإفريقية. يفتتح عبد القادر محمد علي المقال بقوله: شهدت السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا في السياسة الخارجية الفرنسية نحو شرق إفريقيا، وذلك بعد تراجع نفوذها التقليدي في منطقة الساحل، وهو ما يعكس استجابتها للتحديات المتزايدة في تلك المنطقة، بما في ذلك صعود حكام عسكريين جدد أعلنوا القطيعة مع المستعمر السابق، منفتحين في الوقت نفسه على منافسي باريس وعلى رأسهم روسيا وتركيا. وقد ترافق هذا التطور لدور فرنسا في تلك المنطقة مع سعيها لتعزيز روابطها مع دول شرق إفريقيا من خلال انخراطها في العديد من الاستراتيجيات المتضمنة لجوانب سياسية واقتصادية وعسكرية، بهدف استعادة مكانتها وتعزيز وجودها في القارة الإفريقية. وفي هذا الشأن أشارت ورقة صادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أنه حتى التسعينيات من القرن الماضي كانت منطقة غرب إفريقيا ومواردها تبدو وكأنها في متناول فرنسا، إذ كانت لا تزال قادرة ب500 رجل على تغيير مسار التاريخ، حسب وزير الخارجية لويس دي غيرنيود عام 1978. ودفع هذا الانقلاب في التوازنات التي بنتها باريس لعقود لحماية نفوذها في القارة السمراء صناع السياسة الخارجية الفرنسية إلى إعادة النظر وصياغة استراتيجيات جديدة تحكم علاقتهم بإفريقيا، وتعمل على تعويض خسائرها المتتالية وكبح تراجع توازنها الدولي من خلال منحها نوعا من التوازن بالالتفات إلى مناطق بعيدة عن مجالات نفوذها التقليدية شمال وغرب إفريقيا. وفي التنافس الجيوسياسي في شرق إفريقيا، يقول عبد القادر محمد علي: ويبدو أن التوجه نحو شرق إفريقيا أصبح من ملامح التحول البارزة، إذ تتصف سواحل المطلة على المحيط الهندي وفق المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بالأولوية والأهمية الاستراتيجية لباريس، التي تعتبرها إحدى المناطق التي تشكل مسرحا لتوترات دولية متنامية بين بكين وواشنطن، وهو ما دفع فرنسا إلى تعزيز وجودها فيها من خلال بناء شراكات متزايدة مع دول مثل كينيا وتنزانيا. وهكذا يتحول الشرق الإفريقي إلى نقطة تنافس جيوسياسي جديد، لا تحاول فرنسا من خلال تطوير وجودها فيه مزاحمة النفوذ الصيني المتساعد هناك فقط، بل كذلك وقف تمدد نفوذ تركيا التي تحولت إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، إذ يغذي هذا التنافس تحول كل من أنقرة وبكين إلى أحد الورثة الرئيسيين لنفوذ فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي.
وفي هذا السياق يمثل القرن الإفريقي بإطلالته على البحر الأحمر والمحيط الهندي بوابة مغرية لأي قوة راغبة في لعب أدوار محورية في العديد من الملفات الحيوية التي تتجاوز إفريقيا إلى الشرق الأوسط والتجارة الدولية، مع تصاعد أهمية هذه الممرات المائية عالميا وما يلوح في الأفق من ترتيبات أمنية دولية جديدة جنوب البحر الأحمر على خلفية استهداف الحوثيين للمصالح الإسرائيلية. وفي مؤشر على تصاعد اهتمام باريس بهذه البقعة الحيوية من شرق إفريقيا، برز خلال السنوات الأخيرة جهد فرنسي حثيث لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة وعلى رأسها أثيوبيا والاستفادة من نفوذها التاريخي في جيبوتي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان التوجهات الفرنسية نحو شرق إفريقيا بعد تقلص نفوذها في غرب القارة الإفريقية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. وحول دور القاعدة الفرنسية في شرق إفريقيا يقول عبد القادر محمد علي: تستخدم فرنسا مظلة واسعة من الأدوات في سعيها لبناء نفوذها في شرق إفريقيا، وتبرز في هذا السياق محورية الحضور العسكري الفرنسي المتمثل في احتضان جيبوتي أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في الخارج، والتي يختصرها تصريح إيمانويل ماكرون بأنه من المتعذر تنفيذ استراتيجية بلاده في منطقة المحيطين الهادي والهندي من دون القوات الفرنسية في جيبوتي. وتزايدت أهمية هذه القاعدة بعد الانسحابات العسكرية المتتالية لباريس من منطقة الساحل وغرب إفريقيا للقيام بمهام في إفريقيا، وفق تصريح ماكرون في الزيارة ذاتها، والتي سبقها في يوليو عام 2024 اتفاق الرئيسين الفرنسي والجيبوتي على تجديد الشراكة الدفاعية بين البلدين. وكان لافتا تصاعد العلاقات الفرنسية الأثيوبية، إذ لم تكتفي باريس بتأييد سعي أثيوبيا للحصول على منفذ بحري باعتباره مطلبا مشروعا بحسب تعبير ماكرون، بل تعهدت فرنسا بدعم إعادة بناء البحرية الأثيوبية، وتم انتضاب ضابط تعاون فرنسي للعمل مع رئيس الأركان البحرية لهذا الغرض ضمن اتفاقية تعاون دفاعي تم توقيعها عام 2019، والتي وفرت إطارا قانونيا لتبادل إرسال قوات من كل من البلدين إلى الآخر. وحول النشاط الاقتصادي المتزايد يقول عبد القادر محمد علي: يمثل الجانب الاقتصادي ركنا مهما في استراتيجية فرنسا تجاه شرق إفريقيا، إذ أعلن ماكرون إبان زيارته أديس أبابا في ديسمبر 2024 عن دعم أجندة الإصلاح الطموح التي أطلقها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد لتحرير اقتصاد بلاده. وإلى جانب ذلك تعهد الرئيس الفرنسي بتقديم دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 100 مليون يورو، مبينا تشجيعه جهود إعادة هيكلة ديون أثيوبيا في أعقاب توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل قيمته 3 مليارات و400 مليون دولار. كما تعد كينيا نقطة وصول للشركات الفرنسية إلى جميع أسواق شرق إفريقيا، إذ تهتم العديد من الشركات الفرنسية بالآفاق التي تقدمها السوق الكينية في مجالات كالاتصالات والسياحة والأغذية الزراعية والطاقة وإدارة المياه والتوسع الحضري المتزايد. وتعد فرنسا خامس أكبر مستثمر في كينيا، إذ تضاعف وجود الشركات الفرنسية فيها تقريبا من 50 إلى 140 شركة خلال العقد الماضي، وبلغ إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكينيا بما في ذلك فرنسا 3 مليارات يورو عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2018. وفي يونيو عام 2021 أطلقت فرنسا وكينيا حوارا استراتيجيا مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية EBA الهادفة إلى تعزيز القيم المشتركة والسلام والأمن والاستقرار الديمقراطي في المنطقة. كما يقدم بنك BB فرانس تمويلا استثماريا وائتمان تصدير للشركات الكينية بحد أدنى للتمويل يبلغ 1 مليون يورو لمدة تتراوح من 2 إلى 12 سنة، بأسعار فائدة أوروبية تتراوح بين 4 و8%.
ومن جهة أخرى تشهد تنزانيا نشاطا اقتصاديا فرنسيا متزايدا، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين 111 مليون يورو في عام 2023 بزيادة قدرها 10 ملايين يورو عن عام 2020. وتنشط الشركات الفرنسية بشكل أساسي في قطاعي النقل والطاقة، وهما أولويتان تم التأكيد عليهما خلال زيارة الوزير الفرنسي المفوض أوليفيه بيشيت إلى تنزانيا عام 2023. وإلى جانب ذلك وقعت تنزانيا وفرنسا في مايو 2024 إعلانا مشتركا لتوسيع شراكاتهما في 5 مجالات، هي التحول في مجال الطاقة والتخفيف من تغير المناخ، والبنية التحتية للنقل والتنمية الزراعية، والاستثمارات في الاقتصاد الأزرق، ودعم المساواة بين الجنسين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان التوجهات الفرنسية نحو شرق إفريقيا بعد تقلص نفوذها في غرب القارة الإفريقية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول خلق القوى الناعمة في شرق القارة الإفريقية يقول عبد القادر محمد علي: تشير أرقام نشرتها السفارة الفرنسية في دار السلام إلى التزايد الكبير لأنشطة الوكالة الفرنسية للتنمية خلال السنوات الأخيرة في تنزانيا، إذ زاد عدد التمويل من 50 مليون يورو سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2016 إلى متوسط 160 مليون يورو سنويا بين عامي 2017 و 2023، إذ تبلغ قيمة المحفظة 1,300 مليون يورو، وتتضمن مشاريع هيكلية وشراكات مختلفة. وعام 2020 وقعت فرنسا وكينيا سلسلة اتفاقيات تمويل بقيمة 142 مليون يورو لدعم برامج تنموية مختلفة تتضمن الاستجابة للطوارئ الصحية وفتح المناطق الريفية والنقل العام والوصول إلى المياه والصرف الصحي في كينيا. كما تعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم 1,000,000,000 يورو لبرنامج توفير الكهرباء لمن لا يتمتعون بها جنوب الصحراء، إذ تضمن البرنامج تركيب شبكات صغيرة تعمل بالطاقة المتجددة توفر إمكانية وصول الكهرباء إلى 100,000 نسمة في كينيا. وتنشط الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية في جيبوتي، إذ تنخرط في مشاريع مختلفة، منها ما هو مرتبط على سبيل المثال بدعم النظام الصحي وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني وتطوير القطاع المالي لمكافحة عدم المساواة. ويمثل النشاط الثقافي ملمحا آخرا للسياسة الفرنسية في شرق إفريقيا، وتتجلى أوضح نماذجه في أثيوبيا، إذ تعهدت فرنسا بدعم تجديد وترويج كنائس الكهوف في لاليبلا، وشكلت لذلك الغرض فريقا فرنسيا متعدد التخصصات بتمويل أولي قدره 1,000,000 يورو. كما ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة خبراء فرنسا أيضا في تجديد آخر قصور الإمبراطور هيلي سلاسي وتحويله إلى معلم سياحي، وشارك ماكرون في افتتاحه في ديسمبر 2024. ووفقا للسفارة الفرنسية في أديس أبابا، فإن فرع اليانس فرانسيز بالعاصمة الأثيوبية ومدينة دريدوة، وهي منظمة تهدف إلى ترويج اللغة والثقافة الفرنسية في أنحاء العالم، يشكلان المركزين الرئيسيين لسياسة القوى الناعمة الفرنسية في أثيوبيا، إذ يدعمان العديد من المشاريع، ومنها مشروع حضانة الفرنكفونية الذي يهدف إلى ربط المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم تعليم اللغة الفرنسية. وعن آفاق الطموح الفرنسي يقول عبد القادر محمد علي: يبدو أن نجاح المساعي الفرنسية في بناء شبكات نفوذ لها في شرق إفريقيا محكوما بالعديد من العوامل، ويأتي على رأسها قدرتها على منافسة الخصوم الاستراتيجيين الذين رسخوا أقدامهم في المنطقة كالصين وتركيا، وهو ما يعني بذل باريس المزيد من الجهود والعمل على الاستفادة من التقاطعات الدولية للحصول على دعم غربي لطموحاتها، والإقناع قادة المنطقة بالتداعيات الخطيرة من وجهة نظر باريس للتعاطي مع قوى مثل الصين وتركيا وروسيا. وإلى جانب ما سبق، تواجه فرنسا تحديا آخر متعلقا بقدرتها على تجاوز إرثها الاستعماري والصورة التي خلفها في أذهان الأفارقة
مما يمهد لقبول شعبي بها كشريك يعمل على تطوير روابطه بالمنطقة ضمن شراكات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل ولمصلحة جميع البلدان، كما صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سوجرنيه من العاصمة الكينيا نيروبي. كذلك سيظل إخفاق العمليات العسكرية الفرنسية في الساحل الإفريقي شبحا يحوم فوق محاولات باريس لتقديم نفسها شريكا أمنيا موثوقا في منطقة تشهد طيفا واسعا من التهديدات الممتدة من الإرهاب إلى أمن الممرات المائية، وليس انتهاء بتصدعات داخلية تنذر بتفجير عدد من دول المنطقة من الداخل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. السلطات الليبية تعثر على جثث 28 مهاجرا في مقبرة جماعية، ومنظمة الهجرة الدولية تقول إن بعض الجثث عليها آثار إصابات بالرصاص. واحتدام الخلاف بين تحالف تنسيقية القوى المدنية تقدم بعد إعلان الحكومة السودانية خارطة طريق سياسية للمرحلة الانتقالية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.